السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى فيديو جديد. الأكلة اللي كلنا بنحبها، اقتصادية خالص، موفرة خالص، وفي نفس الوقت بتشبع. طاجن المكرونة بالفراخ. تعالي نشوف أنا عملته ازاي. وعملت كذا طاجن. من نص كيلو بانيه، ده صدر صحيح على بعضه. قطعته كده مكعبات صغيرة. ماشي. طبعا التقطيعة اللي تريحك، بس التقطيعة ديت بصراحة ادت معايا كمية كويسة. بصلة بقى في الكبة، بحيث ان انا اقطعها مش افرمها. كده التقطيع بالنسبة لي اسهل. ضربتها ضربتين تلاتة كده خلاص اتقطعت. بصلة حلوة يعني، لاني هقسمها برضو على حلتين. الحلة الاولانية هعمل فيها صدور الفراخ، والحلة التانية هعمل فيها الصلصة. ماشي، ادي الحلة الصغيرة دي هعمل فيها الصدور، وهنا هعمل فيها الصلصة، فقسمت عليهم البصلة كده. وبرضو انا بحب الفلفل الحامي والحراق مع الفلفل الرومي، علشان بيدي طعم جميل. هنا بقى حطيت البصلة على النار في معلقتين زيت، مش كتير يعني، لان لسه في زيت تاني هنحطه في الصلصة. حطيت بقى عليها قرن الفلفل الرومي والحامي. هسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض، بس ياخدوا لون خفيف زي ما انت شايفة كده، مش يتحمروا قوي. ورحت حاطة عليهم الفراخ. وبعدين هبتدي بقى ان انا اتبلها. هحط بقى ملح وفلفل والسبع بهارات. هما 3 توابل بس، مش هطول او مش هحط توابل كتير عشان طعمها ما يروحش مني بعيد. ادي الملح، طبعا ظبطي الملح وانتي دوقيه على حسب ما تحبي. انا اخدت نص معلقه، ونص معلقه من الفلفل، وكمان شويه 7 بهارات. هسيبهم بقى على نار هاديه يستووا كده مع نفسهم ويجيبوا ميتهم وكده. ورحت جايبه الحله التانية اللي فيها البصل اللي احنا راكنينه علشان الصلصه. حطيته على النار، خد لون خفيف كده زي ما انتي شايفه. يدوبك البصله بقت لونها شفاف. احط عليها نص معلقه من الثوم. وبعدين صلصة الطماطم بتاعتنا الفريش. انا ما حطيتش صلصة جاهزة، لو تحبي تحطيها براحتك. تبلتها بملح وفلفل فقط. هجيب بقى الطواجن. الطواجن دي انا بحبها خالص، بتدي طعم حلو في الاكل. ممكن تحطيهم كلهم في طاجن واحد، بس انا بحب اعمل للاولاد كل طاجن لوحده كده، اغرفهم لهم كل واحد في طبق. ابتديت اوزع بقى الفراخ بتاعتي تتحط من تحت اهي. الكمية بقى وزعيها كده. انا عملت 5 طواجن بالصدور اللي عندي ديت. التركة هنا بقى انك بتحطي المكرونة نية. استعملت مكرونة الملكة، ممكن تستعملي اي مكرونة تانية بس تكون بتستحمل الفرن. وزعت كده المكرونة على الطواجن بحيث يبقى فيه مساحة كده، ما يكونش المكرونة على الاخر، عشان لسه طبعا هحط الصلصة ولسه المكرونة هتعلى لما تستوي. هبتدي بقى احط الصلصة بتاعتي بعد ما اتسبكت خالص، ورحت مزودها سنة مية وظبطت ملحها. هنا بقى حطيت بالمغرفة كده لحد ما الاقي الصلصة قد المكرونة، في مستوى المكرونة بالظبط. رجيت الطاجن بتاعي كويس كده وغطيته ورحت حاطاه في الفرن. عايزة تغطيه بقى بغطا، تغطيه بورق ألمونيوم. انا غطيته بطبق مناسب، على يعني اي حاجة عندك هتنفع. وطبعا احنا مطبخنا سهل وبسيط زي ما اتفقنا. هعمل كمان العيش التوست. جبت رغيفين عيش شامي، قطعتهم كده زي ما انت شايفة مثلثات او اي تقطيعة تعجبك. رحت حطاهم في شوية زيت. هبتدي اقلبهم لحد ما كلهم خد اللون الجميل خلاص، وهطلعه. طلعت بقى الطاجن بتاعي من الفرن، قعد حوالي تلت ساعة بالظبط، فرن سخن على اعلى درجة. وبعدين بحطه على الشبكة مش على الارضية. الطاجن بقى قلبته كده، كل طاجن في طبق، حاجة جميلة، والمكرونة مستوية وحلوة قوي قوي. هوريكي واحدة اهيت جميلة زي الفل، بسم الله ما شاء الله. جميلة يا جماعة، اللهم صل على النبي. ووفرت وما وقفتش نص ساعة على بعضها في المطبخ، والأولاد كلوا واتبسطوا. وألف هنا وشفا، جربيه.